السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم فيديو جديد بعنوان 5 اخطاء قمت بها في 2025 ولا نقدر نقولوا ما قبل 2025 ودايرهم كنقاط باش ان شاء الله ما نزيدش نخطاهم 2026. تبعوا معنا، ما تنساوش لايك شير اند كومنت وعبز على النقطه الحمراء هذيك لتفعيل الاشتراك. اول خطا ومن بين الاخطاء اللي نشوفهم باللي الناس بزاف راهم يديروها ولا بزاف صناع محتوى ولا دي فيديوغراف ولا فوتوغراف يقوموا بها اللي هي مقارنه نفسك بغيرك. نقدر نقول لك بلي هذه العبسه بلي لازم ما ديرهاش في كامل المجالات ولا في حياتك العامه كامل. لازم ما تقارنش نفسك بغيرك. اذا تقارن نفسك بغيرك لازم تقول هو علاش وصل وانا ما وصلتش، باش تشجع روحك باش توصل لهذيك النقطه ولا تفوت هذيك النقطه. بصح باش تقول هو علاش وصل وانا ما وصلتش باش تهبط المورال لروحك، هذه عبسه بزاف عيانه وراح تزيد تضبطك وتزيد تبلوكي اكثر ما راك نتايا مبلوكي اصلا من الاول. سماك اذا تقارن روحك قارن روحك انت بواش كنت باش تعرف اسكو راك تافونسي ولا راك مبلوكي. باش اذا كنت انت راك تافونسي الانسان يقول الحمد لله راني نافونسي، واذا كنت مبلوكي راح تفيق لروحك وتشوف الاخطاء تاعك وتافونسي. النقطه الثانيه اللي انايا حتى الان راني نسيي كيفاش ندرب روحي باش ما نزيدش نغلط فيها، اللي هي ما تقولش ايه ولا نعم على كلش. اسعار ناقصه ولا خدمات ما يمشوش مع لي برانسيب ديالك، يعني عروض عمل ما يتمشاوش مع لي برانسيب ديالك، ولا حتى اعمال اللي كاباب يكونوا حتى اثمان مليحه وكان بصح فيهم ضغط نفسي كبير. وين كاباب توصل؟ وين توصل تخدم هذيك الخدمه وتولي كاره هذيك الخدمه، تولي تقول يا ريت وقتاش نكمل هذه الخدمه باش نريح. هذه عبسه بزاف عيانه حتكرهك في الخدمه اون جينيرال. وكان تكمل بهذه الطريقه في العمل تاعك دبانه راح توصل وين دومين هذا راح تولي تكره. وهذه عبسه عيانه اللي انت خليت روحك توصل ليها وانت كنت قادر تتفاداها من الاول. سماك قول لا باسكو لا تقدر تقول باللي هو احترام لنفسك. النقطة التروازيام اللي هي عدم وضع حدود مع العميل. يعني كي تلاقى مع العميل ولا كي هو يعرض عليك كامل الخدمات اللي حابهم والقوانين تاعو والشروط تاعو، نتايا ما تعطيلوش الشروط تاعك. يعني ما تعطيلوش شروط الدفع، ما تعطيلوش شروط التعامل، ما تعطيلوش اخطاء اللي لازم ما يديرهمش هو معاك، كيفاش انت طريقة التعامل تاعك باسكو كاباب الخدمة تاعك تكون مليحة مي هو ما يفهمش كيفاش عميل تاعك كاباب. كما تعطيلوش حدود ولا ما تعطيلوش ضوابط اللي لازم يديرهمش ما تفوتش لي ليميت تاعك معايا لهنا. انا انسان كان زعما باغ اكزومبل كان ما تقولوش باللي كان يمد لك دي موديفيكاسيون بزاف. الحاجه الاولى راح يتعبك انت ويحي كل دقيقه موديفي لي ويقعد يتيستي ويسي، لهنا راح تستهلك روحك ويستهلك لك وقت بزاف. مي انت كان تقول له باللي في الاول عندك فرصه واحده للموديفيكاسيون، كي نقول لك فرصه واحده يعطيك الليست تاع لي موديفيكاسيون اوتوماتيكمون. فوق هذيك لا ليست يولي يمد لك الليست اخرى كي تكون هنا موديفيكاسيون اخرى. كي يقول لك عندي دي موديفيكاسيون اخرين يقول له وي ما كاش مشكل، لم هذوك لي موديفيكاسيون في ليست واحده وانا نقيم لك بشحال نقدر نموديفي لك نقدر رياليزي لك هذوك لي موديفيكاسيون. علاه هنا العميل تاعك من الاول قبل ما يمد لك الموديفيكاسيون تاعو، اذا كان عنده جيرون ولا عنده انسان اللي لازم يشوف معاه هذاك الفيديو يشوفوه ويتفاهموا بيان ويدرسوا كامل لي موديفيكاسيون بيان ويدوا قرار الجيد باش يمدوه لك انت، يمدوا لك هذيك لا ليست وانت تطبقها تروح ترياليزي هذيك لي موديفيكاسيون. لهنا انت راح تربح وقت وما يصرالكش سوء تفاهم ولا وين تولي يصرالك هذاك التشحنات هذاك بينك وبين العميل. سماك توضيح كل النقاط ووضع حدود بينك وبين العميل يبعد عليك مشاكل كبار باش يدي نظرة عليك جيدة. قبل ما ننسى لازم التفاصيل هذوك اللي تفاهموا عليهم لازم يكونوا مكتوبين باسكو قادر تتفاهم مع العميل، قادر يكون هو شويه واعر وين يقول لك لا ما تفهمناش هكذاك، ولا كابابل هو ينسى. سماك من الافضل ينكتبوا تبعثهم لهم ميساج ولا تبعثهم لهم بار ايميل. النقطه اللي بعدها كاينين عباد بزاف راهم يديروها، نقدر نقول لك انا شويه واسيتها. كاين مقوله يقول لك العميل دائما على حق كما قال اسحاق. هذه النقطه صحيحه وماشي صحيحه. اذا كنت انت تقول باللي العامل لا لازم انت اذا كان غلط لا غلط، لا يصرى لك مشاكل بزاف وعملاء بزاف يهربوا منك باسكو ما كانش انسان راه فاهم البزنس تاعو كيما العامل ولا البرودكت هذا كيما العميل. هو اللي على باله البرودكت تاعو والهدف تاعو والاستراتيجي تاعو. الا اذا ما كانش عنده استراتيجي ولا لازم اذا انت عندك سيرفيس تاع تطوير ولا تعطي له استراتيجي راح تناقش معه في استراتيجي باش توصلوا للرياليزاسيون تاع فيديو. واذا كانت عنده هو من الاول استراتيجي
لازم انت تفهم الرؤيه تاعو وتطبق الرؤيه تاعو، ما تطبقش الرؤيه تاعك. انت الرؤيه تاعك وين راح تكون في الناحيه ارتستيك، الناحيه الفنيه، باسكو انت راح جاليك باش تطبق له هذيك الرؤيه. هو قادر يصورها زعما بتليفون، مي ما حش يطبقها بطريقه فنيه كيما راح تطبقها انت، باسكو انت هو الارتيست، انت هو الارتيست، انت هو اللي عندك تعرف قوانين التصوير والكادر والزوايا وصوالح بزاف والاضاءه وكامل. سمك جا ليك انت باش يشري منك هذا السيرفيس، سمك ما عليك انت الا ترياليزي له الرؤيه تاعو، جامي ترياليزين الرؤيه تاعك في هذاك العمل. بصح كي نقولوا هكذا ماشي معناتها تولي تمشي دائما مع العميل. كاين عامين وين خضرات يولي يعطيك عفسات اللي غالطين بزاف، ولا كابابل حتى يدوموندي كاليتي ولا يدوموندي واحد الرؤيه تاعو اللي راح ما تتماشاش مع الهويه تاعك، وين كابابل اللي يولي يقيس لك اسم تاعك، واللي كابابل يقول لك دخل لي هذه العفسه في الفيديو وانت ما تتماشاش مع لي برينسيپ اللي ديالك، اوتوماتيكمون لازم ترفض هذه العفسه. اذا سي بوسيبل تتغير وين تولي تتماشى مع لي برانسيب تاعك اوكي، اذا ما كانتش راح تقدر تتغير ما تخدمش الخدمه عادي ورزق على ربي. هذا اكزامبل. تسماك دائما ارضاء العميل في شيء لازم شغل تعطي بورسونتاج، شغل 50 لازم ترضي العميل في شيء وما تقعدش تسماك ترضيه في كلش. لازم انت تاني تكون عندك شخصيه في التعامل تاعك مع العميل، اسمك لازم يكون عندك راي، لازم يكون عندك وجود، شغل عندك بوزيسيون في التعامل تاعك مع العميل. اسمح العميل توجور لازم يحترمك، ماشي ما يتعامل معك كوم سي راني مخلصو يخدم ويبلع. نو ماك شاريني، راك شاري من عندي السيرفيس تاعي. سماك ما كابابل ما نخدمش معاك في البروجي هذاك باسكو انت راك داير عفايس ما يتماشاوش معايا ولا ما يساعدونيش ولا يقيسوا لي اسمي. انا باش توصل تقيس لي اسمي ما نخدمش خير. اوكي. النقطه الاخيره نورمالمون هذه هي الخامسه اذا مانيش غلط. النقطه الاخيره هي عدم التخطيط قبل التصوير. كاين بزاف مرات وين كنت في الديبي ديالي كنت كي نروح نصور ما نخططش، وين ما نديرش استراتيجي تاع كيفاش راح زعما اباك اذا كان عندك ايفانمون. علاش حنا ندومونديو بزاف ابعث لي بروغرام تاع ليفانمون باش نعيش ليفانمون قبل ما نجي ليفانمون. اباكش معناتها نتخيلوا بون نكونوا رحنا للبوزيسيون هذيك، نكونوا اذا لوتيل ولا كاش بلاصه هكذا عارفها يقول لك راح نديروها نديروها. لازم تعيش ليفانمون قبل ما تدخل ليفانمون، لازم باش تعرف واش الماتيريال، شحال ليكيب، شحال هاك باش تصراولكش هذوك المشاكل اللي كبروا صغار وين تنسى بالك ماتيريال ولا ايكيب ما تكونش فاهمه باللي هذيك الخدمه حتكون هكذاك وتقول لك لا هذه خدمه فوق خدمتي، ولا يصراو لك هذو المشاكل اللي بسيطين بصح الخساره تاع هذوك المشاكل اي كبيره على المشكل اصلا. راح تخسر بزاف، راح تخسر وقت وين قادر تلحق وين تخسر البروجي كامل. تسمك لازم لك في الاول دير تخطيط قبل كل اعمالك. اذا كان ايفانمون، اذا كان زعما فيديو اشهاري، اذا كان عندك زعما تصور سيري تاع فيديوهات تاع صناعه محتوى، سمك لازم دير تخطيط تاع نهارك ولا هذيك سمانه ولا ما باش راح ندير هاك راح نروح هذا الوقت نديماري هذا الوقت، هذو الصوالح لازم يكونوا هكا باش ما يصراو لكمش هذو المشاكل. انا وصلنا للنهايه تاع الفيديو، ان شاء الله يكونوا عجبكم كامل هذو الاخطاء ان شاء الله تكونوا تعلمتوا من هذو الاخطاء ويكونوا فادوكم ان شاء الله. اذا كاين نقاط اخرين ولا اخطاء اخرين تقدروا تفيدونا فيهم ولا تفيدوا المتابعين تاعنا اللي معاكم يعني في القناه هذه، خلونا في الكومنتار. متشرفين بكم. السلام عليكم، نلتقي في فيديو اخر وما تنسوش لايك شير كومنت وكليكي على هذيك الاشتراك باش يراكم اي فيديو جديد. سلام.